عسلامة ومرحبا بكم أحبابي وأصحابي ومتتبعي قناتي من كل مكان. اليوم إن شاء الله عنا فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا لليوم إن شاء الله باش تكون بيتي فور تونسي باللوز 100% لوز و 100% وصفة تونسية. نمشيو للمكونات والمقادير. عنا 400 جرام لوز مرحي، لوز أبيض. انت حسب ما تحب، تحب لوز مقشر ولا مش مقشر كيف ما تحب. ومع الكمية نتاع اللوز 400 عليهم 250 جرام سكر بودر، سكر محور، سكر جلاس، 4 كعبات عظم صغار، وعندنا كعبات لوز باش نزينو بيهم، وعندنا لاغوم داموند، عندنا روح اللوز. وتوا باش نمشي للتحضير. طريقة التحضير: اول حاجه نعملوها باش نجيبو هكا صفايه ونغربلو فيها السكر، خاطر فيه كعابر هكا ما يلزمش تكون السكر جلاس ماك تعرفي هكا في ساعه ما يكعبر. نحلوه ونغربلوه باش يتحل. باش الوصفه تجينا متاعنا ناجحه 100%. كما قلت لكم اللوز راهو ثم اللي يشري حاضر، انا شريته حاضر مقشر مرحي. ثم اللي حب ماهوش مقشر يرحيه اكحل كيف ما هو، ليسونسيال يكون معناها مرحي بالكدا. كملنا نخلنا السكر، توا زدناه 400 جرام اللوز المرحي، نخلطوهم بالكدا باش يدخلوا في بعضهم بالكدا. ثم شكون مع اللوز الابيض يخلط شويه لوز ابيض وشويه اللوز بالقشره نتاعو هكا باش يجي فيه لون مختلف، وكل حد شنو يحب. توا باش نحط كما قلت لكم روح اللوز، مي من كثروش راهو قوي برشا، جس مع قطرتين هكا كيف ما قاعدين تراو، قطرتين معناها بالحساب باش ما يجيناش قوي. اللي ما عندوش روح اللوز هذاك لاغوم دو داموند ينجم يعمل 4 ولا 5 كعبات لوز مر يرحيهم مع اللوز. والسر اللي تعليكة متاع البيتي فور الجليكوز، تحط مغرفة كبيرة مع الكونتيتي هذه جليكوز. واللي ما عندوش راهو ينجم يعوض بالشحور متاع الدار يعمل، لكن يلزم يكون شحور عاقد مش الشحور اللي جاري والكل. وهو سيميو يكون مغرفة كبيرة جليكوز هكذيك، هو السر اللي يخلي البيتي فور فيه التعليكة من داخل كيف ملي نشروه بالضبط. بعد ما حركنا المقادير هذيك الكل في بعضها، توا باش نحط العظم. انا الكعبات العظم، محارة العظم اللي عندي ماهيش صغيرة، عندي كعبات كبار شوية. جيست وريتكم باش نقولكم اللي انا باش نستعمل 3 كعبات اكاهو، واللي عنده عظم صغيرة خاطر لا بليبار معناها تبدا العظم صغيرة تستعمل 4 كعبات في عوض 3. انا بما انهم كبار استعملت 3 اكاهو. وتوا باش نزيد نخلط المكونات هذيك بالعظم. نحاولوا نخلطوا بالكدا على قد ما نقدروا، مش مشكل حتى كان سايب بالزيت، هو الزيت نتاعو هذاك مش مشكل، خاطر يلزم يتخلط السكر والعظم ممكن اللوز هذاك تخلط بالكدا. نحاولوا ما يكونش البات تجي عاقده هكا برشا، وما تكونش اللي جاريه هكا على الاخر، ما لازم تكون متوسطه باش نحطها في البوش تنجم تمشي معانا. نجم معناها حاولوا يكون القوام هذا بالضبط باش تجيكم الوصفة ناجحة. جبنا بوش كيف ما قاعدين ترى توا، وبدينا نعبي باش نشكلوا كعبات البيتي فور. وصفتنا راهي سهلة كيف ما قاعدين تراو، ما تاخذش برشا وقت، مقاديرها كيف كيف سهلة. تنجم اللي ما عندوش لوز ينجم يعوض اللوز
بالب... بالبوفريوة، ينجم يعوضها بالكيكاوية عادي، أما هي باللوز تجي أبن بالطبيعة. جبت بلاتو حطيت عليه هكا بابي كويسون، الورق الحراري هو البابي كويسون، ونبداو نشكلو في البيتي فور كيف ما قاعدين تراو هكا. اللي يحب يكبر الكعبة يكبرها، اللي يحب يعملها صغيرة معناها انتي وشنو تحب وانتي والشكل اللي تحبه. يلزم يحاول الواحد يكون عنده شوية قوة، خاطر يلزم تكبس على البوش بالكدا بالكدا باش تخرج هكا البات، خاطر ماهيش حاجة هكا جارية باش تخرج في ساعة، يلزمها فريمون شوية مجهود. ريحة اللوز طالعة ما شاء الله بنينة، معك لاغوم هذاك نتاع اللوز، روح اللوز اللي قلت لكم عليها طالعة فايحة ما شاء الله. هكا كملنا الكونتيتي الكل كيف ما قاعدين تشوفوا، حطيناهم في البلاتو وتوا باش نزينوهم باللوز. بالنسبة للوز فما اللي يحط كل هكا الراس من الفوق انا الحقيقة نحب العكس، نحب راس الكعبة اللوز يكون اللوطة، يكون داخل في الكعبة ما يكونش طالع هكاك، تعجبني. بالنسبة للتزيين ديما راهو حسب الذوق، حسب ما تحب اللي يعجبك. نجم تعوض اللوز بحاجة أخرى، نجم تعوض اللوز مثال بشوية بكعبة الفستق عادي، تنجم تكون خضرة مزيانة. حبيت نقولكم اللوز راهو يلزم يكون معناها ني باش يدخل الفور ويطيب. قبل ما ندخلوه للفور نخليوه على القليلة نصيف ساعة يشيح، يلزم يشيح في الهواء، وبعد نحطوه في الفور على 160 درجة. وهكا البيتي فور متاعنا حضر بعد ما دخل الفور على 160 درجة كيف ما قلت لكم، وقعد وقت ما بين 15 و20 دقيقة. أنا بالنسبة لي أنا راهو قعد لي 17 دقيقة بالضبط، 17 دقيقة وحسيتو إلي صيطة ما يلزمش تخليه كلي يتحرق. شوفوا منظرو هكا محلاه، والريحة ما نحكي لكمش بنينة ما شاء الله تشرح، ما خذيش برشا وقت، واللي خلاه يجي هكا وما يتحرقش ويطيب بالكدا، تحسوا من برا كاللي شايح ومن داخل الطري ما شاء الله. ما نحكي لكمش على البنة، ذقتو راهو بنين على الاخر. وصفة ناجحة ما شاء الله، واذا تحبوا الوصفة تجيكم ناجحة تبعوا المقادير اللي قلت لكم عليها. شوفوا الكعبة من داخل كيفاش معسلة طرية، من داخل من برا تتقرمش ومن داخل معناها معسلة ما شاء الله عليها بنينة تحفة، وتاكلوا بالصحة والهنا. ننصحكم تجربوا الوصفة هذه وتتبعوا المقادير اللي قلت لكم عليها، وتخلوا لي آراءكم في لي كومنتير، وما تنساوش زادا تخلونا لايك وتشتركوا في القناة، وثم اضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونقولكم تاكلوا بالصحة وبالشفاء، وإن شاء الله في فيديو آخر وبالسلامة.